بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مباركا معصوما، لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. طبعا سورة التغابن وصلنا إليها في تدبر سور القرآن الكريم. هذه السور التي تسمى سور المسبحات، سور المسبحات، والتي تبدأ بسبح أو يسبح أو سبح كما قلنا، أو المصدر سبحان ذكرنا سابقا، وهي ليس بعدها من المسبحات إلا سورة الأعلى. لم يعد هناك من المسبحات إلا سورة الأعلى. طبعا هذه السورة ترتيبها من حيث المصحف، بالمصحف ترتيبها 64، أما من حيث النزول فترتيبها 7 بعد 100. بعد 107 سور نزلت هذه السورة. يعني أنت متخيل أنه كم بعد فقط؟ لا، فقط 7 سور بعدها. يعني تعتبر هذه من أواخر ما نزل، أواخر ما نزل، ونزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصف، وعدد آياتها 18 آية. وهذه السورة مما اختلف فيها هل هي سورة مدنية أو مكية أو مختلطة. فمن العلماء من يرجح أنها مدنية كالقرطبي ونسبه ابن الجوزي وابن عاشور إلى جمهور العلماء، ومنهم من يقول أنها مكية، وذلك لأنها تكلمت عن أمور العقيدة بشكل كبير في البدايات، وهذا ما مال إليه الإمام الرازي والإمام القاسم. ومنهم من يقول بأنها مكية إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، في الصفحة 2 إلى نهايتها. هذه مدنية والأول مكي، فهي من المختلط بين المكي والمدني، وهذا ما رجحه بعض أيضا المفسرين. إذن هي ليس هناك اتفاق على أنها من المكي أو المدني، ما نزل قبل الهجرة ما نزل بعد الهجرة كما تعلمون، فقط من أجل أن يكون عندنا علم في هذه المسألة. طبعا ليس لها اسم غير هذه التسمية، لا يوجد اسم ثاني لسورة التغابن غير هذه التسمية، ولم تسمى غير التسمية المثبتة في المصاحف. بالنسبة لمناسبة سورة التغابن لما قبلها من سورة المنافقون، وكأن المقدمة أو سورة المنافقون كانت كمقدمة وتوطئة لسورة التغابن، على أن هؤلاء المنافقون الذين ذكرنا لكم أوصافهم في تلك السورة هم ليسوا قسما ثالثا، بل قال الله: هو الذي خلقكم. شوف سورة التغابن ثاني آية: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قسمان لا ثالث لهما. فهؤلاء الذين ذكروا في سورة المنافقون هم تابعون لمن؟ للكفار، وليسوا قسما ثالثا كما تعلمون. من حيث المآل من حيث المآل نتكلم نحن، هم يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا من المناسبة بين السورتين. وأيضا عندما ذكر الله عز وجل في قوله في أواخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، كأنها ذكرت في سورة التغابن التعليل في سورة المنافقون،
فتعليل العداوة في سورة التغابن جاء في السورة التي قبلها، لأنه هلا بدها تمر معنا في سورة التغابن. شوف: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكأنه قيل: كيف تكون هذه العداوة إذا ألهتكم عن ذكر الله كما في السورة السابقة؟ وصل؟ وكأنها أنه ما السبب أو كيف تكون هذه العداوة من قبل الزوج والولد للأب؟ قال إيه، مش عداوة يعني بمعنى أنه يصير في حرب، لا، مجرد أن يصرفك عن الطاعة وعن سلوك طريق الاستقامة. طبعا التسمية سورة التغابن، وهذه التسمية وردت في نفس السورة: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. طبعا سورة من أروع السور التي يمكن أن يقف الإنسان معها وأن يتدبر معانيها. يكفي لك أن تعلم اسم السورة نفسه: التغابن. التغابن مأخوذ من الغبن، من الغبن بفتح الغين وتسكين الباء. والغبن يطلق على مطلق الخسران. الغبن يطلق في اللغة على مطلق الخسران، وأصله يدل على الخفاء، ومنه مغابن الجسد وهي ما يخفى عن العين. وسمي الغبن في البيع لخفائه عن صاحبه. وسمي الغبن في البيع لخفائه عن صاحبه. شو هذا الغبن في البيع؟ هو أن تأتي أيها المشتري إلى بائع فيأخذ منك أضعاف ثمن السلعة وأنت لا تشعر أنك قد خسرت هذه الخسارة الكبرى، فتعطيه عن طيب نفس، وتكون قد غبنت وخسرت خسارة كبيرة. عرفتوا شو معنى بقولوا فلان مغبون؟ شو يعني مغبون؟ كما ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني خسران، وأي خسارة، وليس أي خسارة يعني. لذلك الغبن في الآخرة سبحان الله، العلماء قالوا أنه شبه ذلك بالتجارة. شبهت الآخرة بالنسبة للدنيا بشو؟ كأنك أنت عم تتاجر مع الله. وهذا الشيء حتى الله عز وجل ذكره عن الكفار، قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وقال عن المؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين. فسبحان الله، موضوع كأنك تتاجر مع الله عز وجل. ذلك قالوا أن سبب هذه التسمية كالتغابن يعني لأنه في الآخرة أهل الباطل والكفر عندما يرون أهل الإيمان والطاعة والإسلام يغبنونهم على ما أعطاهم الله وعلى ما خسروه. بيطلعوا هيك: أما هذول اللي كنا نحن نشبه فيهم، انظروا أين هم وأين نحن. فهون شو وقت عاد بقول لك شو كم غبنت وكم خسرت من خسارة، كما ذكر بعض. وأيضا قال من مناسبة التسمية بسورة التغابن، قال: إنزال السعداء منازل الأشقياء، والعكس، إنزال السعداء منازل أنا كأنه بردت كثير يعني. هذا ما عنده خيار إنه يدفش تهنيك، ولا قصدك هاي المروحة هي ما تعملها؟ تعال جرب لي بالله. إيه عم قلت لي والله ما هاي.
تفضل. لخفائه عن صاحبه. لكان لأنه أصله يدل على الخفاء، هو مطلق الخسارة يسمى غبن. هيك تمام. ايه بدك شاعل المروحة هلا شاعلة إذا بدك، يعني هي أخف من. تمام، الله يجزيكم خير. تمام. طيب قلنا لكم المعنى الأول أنه شلون أهل الكفر يغبنون مين؟ أهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل المعصية يغبنون أهل الاستقامة. قال إيه في معنى ثاني بالتسمية كمان، شو هو؟ قال السعداء وأخذهم أماكن الأشقياء، والأشقياء وأخذهم أماكن السعداء. أيوة، هاي شلون عادكم؟ وصلت الصورة؟ هلا عاد اسمع الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجه وصححه الحافظ ابن حجر، قال ما منكم من أحد إلا له منزلان. ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، وذلك قوله أولئك هم الوارثون. أنت متخيل؟ دخل فلان على النار، كان له وين؟ كان على أساس مقعد في الجنة لو أنه آمن واتقى. هذا المقعد في الجنة من الذي أخذه؟ الطائع أهل الجنة، فضلا عن مقعده الذي هو له. هذا زيادة. وصلت؟ يعني هذا زيادة عن مقعدك. هناك مقاعد الكفار التي كان الله عز وجل قد جعلها، لذلك قال لك ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. وفي صحيح البخاري اسمع الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. بعد ما فوت على الجنة الله عز وجل يصور له مقعده في النار لو أساء، مثل يعني بلا تشابيه شاشة بتطلع لك، أو انظر مقعدك الذي كنت الآن فيه لو إنك أسأت وما طعت في الدنيا. شوفوا ليش؟ ليزداد شكرا، وهو وين الآن؟ في الجنة. قال ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. موقف صعب ولا لا؟ بالله عليكم وصلت اسم كلمة التغابن معناتها قديش الناس فيها خسارات راح تكون في الآخرة. سبحان الله يا شباب. أذكر حديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث يا جماعة يعني عن جد بيعطينا ملمح رائع جدا جدا عن فهم الصحابي وعن خسارتنا نحن صراحة، حتى نحن أهل الالتزام أو كذا. أصل الحديث هو معي يا شباب أن أبا هريرة لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فقال أبو هريرة لابن عمر من تبع جنازة كان له قيراط من الحسنات. ابن عمر يعني قيراط، تعرف شو معنى قيراط؟ شو شباب؟ شو قيراط؟ يعني مثل جبل أحد حسنات.
ابن عمر قال أكثر علينا أبو هريرة، يعني تقلت شوي أبو هريرة، تبع جنازة قيراط. مين كان عم يسمع؟ عائشة أم المؤمنين قالت أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أبو هريرة. كان أبو هريرة عم يقول شو؟ عم يقولها كقول، عرفت؟ ما معقول ابن عمر يقول له شو يرد، لا كقول عم يقولها هو شو؟ إنه عم يحدثوا إنه من تبع جنازة فله قيراط. ابن عمر إنه استكتر الموضوع. وفي أم المؤمنين عائشة سمعت قالت شو؟ قالت أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموضوع صح مثل ما عم يقول أبو هريرة هيك. شو قال ابن عمر؟ قال كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. لو أعرف هيك الثواب كان عم أقول ما كنت ضيعتها. بالله عليك نحن الآن ما بس قراريط، كم ضيعنا؟ كم ضيعنا من صلوات نافلة، من قيام ليل، من صيام نافلة؟ كم ضيعنا من معاصي أحيانا لا نقيم لها وزنا ننغمس فيها ولم نتوب؟ كم ضيعنا؟ أنت متخيل بكرة بالآخرة أن ترى مقعد فلان اللي كان معك بجوز بمجلس العلم ولا بالصحبة ولا بالدراسة ولا بالرفقة، أن ترى مقعده بينك وبينه مفاوز، وهو وين؟ لأنه سبقك إلى الله وأنت كنت مفرط. قديش بدك تغبن حالك إنه يا الله، حتى تفاوت أهل الجنة في يصير في غبن، إنه أنا ليش شو كان ناقصني؟ بالله عليك شو كان ناقصك وناقصني أنا؟ شو كان ناقصنا؟ هل نحن في سقم ومرض؟ لا الحمد لله على العافية. نحن في شدة وفاقة حتى أننا نجلس في الطرقات ننتظر من يتصدق علينا؟ لا الحمد لله مستورين. شو ناقصنا؟ صدق علينا إبليس ظنه ونفس أمارة بالسوء خلتنا قاعدين نقبل صلاة فرض بالبيت بدون خشوع، عاملين حالنا إنه إلا شوي شغلة كبيرة إذا قرينا لنا صفحة قرآن باليوم، مع أننا كنا نستطيع. الله يرحمنا يا جماعة، الله يرحمنا. يعني قديش فرطنا. حلوة هالكلمة هاي تصير كل ما هيك نفسك كاسلت شو تقول له؟ تقول له ما بدي فرط بالقراريط. وربما على فكرة في أعمال لسه أكثر من قراريط بميزان الحسنات عند الله سبحانه وتعالى، ولكن في عندنا نوع من أحيانا الكسل غير المبرر، وخصوصا نحن كشباب. يعني أنا بزمان من فترة هيك قلت له لشاب، قلت لك يا رجل هلا عم تتكاسل أحيانا أنت عن حفظ القرآن، عن طلب العلم، عن كذا. طيب إيمت عم تستنى؟ إيمت ليصير عمرك 60 سنة إذا أحياك الله؟ وقتها عن جد أنت متخيل إنه راح يصير إلك مروي، راح تصلي على الكرسي و100 علة بجوز يعل أولادك فيك. طيب أيام شبابك شو كنت عم تساوي؟ يعني يا شباب بس أختصر لك جملة أتمنى كل واحد منكم أن يجعلها في قلبه: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ما تخلي حد يسبقك لله. بالدنيا سبقونا بالدنيا ولا كذا، يسبقوا معلش، نافسوك في الدنيا نافسهم في الآخرة. عند الله مثاقيل الذر بكرة راح تفرق معك. الذرها مثقال ذرة بدها تفرق مكانتك عند الله سبحانه وتعالى.
لذلك هذا المعنى الذي تدور حوله السورة، وهو خسارة الكافرين الكبرى في الآخرة. وطبعا يعني محاور السورة أنها بيان الغبن في الإيمان حيث فاز المؤمنون، والغبن في الطاعة حيث يفرح المجتهدون ويغبن المقصرون، والغبن في الإنفاق حيث يفرح المتصدقون ويغبن المقتصدون. أول آية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. له الملك. هل كل من له الملك يحمد؟ كم من أناس لها الملك الآن؟ محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة. تفعل الأفاعيل بالمؤمنين وبالبشرية، مع ملك ولا لا؟ لكن وهذا الملك مو حقيقي. أما صاحب الملك الحقيقي مين؟ لذلك يا شباب نصيحة: إذا أردت لقلبك أن يحيا مع الذكر، لما بتقول أنت مثلا بالصباح، من أذكار الصباح هي فكرها، لما بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قبل وأنت عم تقول له الملك يعني العباد بيد الله، والبلاد بيد الله، والترحيل بيد الله، والبقاء بيد الله، ورزقك بيد الله، وجامعتك بيد الله، وأولادك بيد الله، وأرزاقك بيد الله، كل شيء. نحن ما بنتفطن بهالمعاني. نحن له الملك خلصت الحمد لله 10 مرات. بركي بكون هلا الملك سجل يعني اعتاق 10 من ولد إسماعيل. هيك عايشين. له الملك وله الحمد. أخي عيدة لك يا أخي، أولى مرة بس أولى بقلب. ليه؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك. ذلك الله يذكره بالخير الشيخ إسماعيل أحيانا لما كان أعطولي يدقرنا على سورة أول آية بسورة تبارك، مشان يقولنا تبارك الذي بيده الملك لا بيد أحد غيره. ونحن أحيانا حتى نحن المؤمنين والملتزمين أحيانا نتعلق بغير الله، وبصير في عندنا هذا إنه أنا فلان يعني إلا شوي يعني رقبتنا بإيده ورزقنا بإيده. بيده الملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي أن الله عز وجل خلق هذا الخلق، فمن الخلق من جحد ربه فكفر، ومنهم من اتقى وأطاع ووحد وآمن وهو المؤمن. وهذا اختار وهذا اختار، والله عز وجل لا يجبر أحدا على إيمان ولا على كفر. فهذا صنف وهذا صنف هو الله عز وجل جعله. وحتى في الآخرة ما في صنف ثالث. في شيء صنف ثالث؟ يا مؤمن يا كافر، حتى لو العاصي، بس بيندرج وين؟ بالمؤمن. ولو المؤمن درجات، لأنه بتعرف أنت مش درجة وحدة، لكن بالأخير هو ضمن دائرة الإيمان. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا الآخر شيء. فتخيل أنت مثقال الذرة بدها تفرق بشو؟ بإخراجه من النار إلى الجنة. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. شايفين بس قضية لفت النظر إلى قضية خلق قديش الله عز وجل. أول شيء التسبيح، بعدين أن الملك بيده سبحانه وتعالى وهو الذي يستحق الحمد لا أحد سواه، وأن القدرة من الله عز وجل فقط، أنه على كل شيء قدير. الخلق للإنسان، تمام. بعدين خلق السماوات والأرض ذكر مرة أخرى كخلق، وحتى ذكر مرة أخرى قضية شو؟ وصوركم فأحسن صوركم. لذلك يعني عن جد من أكثر الأمور الآن التي تجعل الإلحاد يواجه نفسه وفي مأزقه الأكبر الذي يوشك أن ينتهي. وطبعا
الحاد يعني كل ماله عم يتضاءل. كان من 10 سنوات يعني مثل بقولوا في اوج الفترات تبعته الذهبيه هاي. الان الى انحدار فكره. متكلم انا من الملحدين نفسه، يعني قصدي الموضوع لانه موضوع ما عاد يمكن ان يكون هناك تفسير لموضوع خلق السماوات والارض وايجادها من العدم، فضلا عن موضوع الابداع بخلق الانسان واتقان خلق الانسان وصوركم فاحسن صوركم. اكيد بده يكون في شيء بالاخير اسمه موجد لهذه الكائنات، والا لا يمكن ان توجد من العدم كما هو معلوم لديك. فصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. طالما شوف الان محلى، طالما انه خلقك معناتها مصيرك فناء، لانه اوجدك من العدم. والله عز وجل طالما أنه سيفنيك فهو قادر على أن يبعثك مرة أخرى وإليه المصير. خلقك معناته يمكن أن يميتك، يمكن أن يبعثك مرة أخرى، لأنه بالأخير هو الذي أوجدك، فهو الذي يتصرف في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عند الله سواء. أنا وأنت الآن حتى شوف، وهو عليم بذات الصدور، مع أنه ذكر شوف قبلها ما تسرون، كرر وهو عليم بذات الصدور، بمكنونات الصدر وما يخفيه الصدر أو في القلب الذي يخفي كثيرا من الأمور في الصدر ولا يريد لأحد أن يطلع عليها، فإن الله عز وجل مطلع عليها. ومن علم بأن الله، شوف الفرق بين أنك تقرأ هذه الآيات ويمتلئ القلب بأن الله مطلع على قلبي وقلبك، فما بدي أفكر بمعصية، ما بدي هم بمعصية، ما بدي أحمل بقلبي على فلان، ما بدي أحسد فلان، بصير بشتغل بالتنقية قلبي. وبين بأنه شو ويعلم ما تسرون وما تعلنون إنه عليم بذات الصدور. مرأت بس قريناها، بس مرأت. لا يا شباب، هذه مع أنه لك صفحتين السورة، صفحتين. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم، سبحان الله العظيم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. طيب، الوبال سوء العاقبة، الوبال سوء العاقبة، فذاقوا سوء العاقبة بشو؟ بسبب صنيعهم الذي كانوا فيه. وهذا أيضا إنذار لأهل مكة الذين لم يسلموا أو للكفار عموما الذين لم يسلموا، أنه انظروا إلى من سبقكم من كفار الأرض، أين هم الآن؟ أين هم؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا؟ طيب ماشي، تعال هلأ طغاة الأرض. لو أنهم اعتبروا بالطغاة الذين قتلوا وماتوا قبلهم، كان حد استمر في طغيانه؟ ما أحد يعتبر أنه أنا ممكن يكون هيك مصيري، أو أقل شيء ممكن تجيني موت، ممكن كذا، فمعناتها شو بده يصير فيه وفي رقبة ملايين العباد. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. شوف، على أساس أنه شو؟ أنهم يقولون هذه الكلمة من باب أنه ما بدنا بشر، ولو جعله الله عز وجل ملكا لقالوا شو؟ لولا أرسل إلينا بشرا، لأنه بعدين شو بدنا نقتدي فيه إذا كان ملاك؟ يعني أنتم شو بدكم؟ إذا أرسلنا بشر بقولوا أبشر يهدوننا؟ وهنا الهداية المقصود فيها هداية شو؟ قال هاي يا حبيب قلبي اسمها هداية الدلالة والإرشاد فقط. سيدي كمان قبل إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، كمان ضلال من آل الضلال، قالوا ما بعرف في صحة إيه، بس هن قالوا إن كاد ليضلنا أبشر يهدوننا، هن عارفين إنه هذا الطريق هداية يعني؟ إيه تماما. تقصد أنت إنه يعني تمام، ما هيك أصلا، لا، يقصدون بكلمة أبشر يهدون يعني هل أنتم تريدون أن تعلمونا طريق الهداية؟ فنحن أولى بالعلم منكم.
فيظنون نفسهم أنه على هدى. بس هون ما هو الهداية المقصود فيها، لأنه الهداية كما قلت لكم، كنت بدي أقول لك المعلومة الثانية، أن الهداية المختصة بالله عز وجل هي هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. هذه هداية توفيق. أما هداية الدلال والنصح والإرشاد شو؟ هذا هو الأنبياء والدعاة إلى الله والعلماء، هذه وظيفتهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أبشر يهدوننا؟ لا، بس هذه ما يملك إلا الإنسان. كلياتنا الآن أحيانا بتنصح واحد، بتنصح والله ما قبل، مثل متاين ما بيقبلوا، صح، بس أنت ما عليك إلا هداية الدلال والإرشاد. أما التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. سبحان الله يا جماعة، من الأمور التي ذكرت في هذه السورة، ربما قليل من السور التي تذكر فيها أركان الإيمان الستة بسورة واحدة. أركان الإيمان الستة ذكرت في هذه السورة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أول السورة، شفت أنت، يسبح لله، فمنكم مؤمن، خلق السماوات، تمام، كل هذا شو؟ هذا يدعوك إلى شو؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر. الآن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وجايك بعدين شو كمان؟ أبشر يهدوننا، الإيمان بالرسل. جايك موضوع الإيمان بالكتب والنور الذي أنزلنا. هلأ بعدين عندك الإيمان بالقدر. هلأ جايك كمان أيضا، ويدخل في الإيمان بالملائكة، تمام، والنور الذي أنزلنا يدخل فيها الإيمان بالملائكة، لأن الإنزال لا يتم إلا عن طريق الملائكة. ما ينزل التعليمات الربانية هكذا إلا به شو؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهنا هذه الآية رقم 7، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. طبعا 3 آيات في القرآن الكريم، شوفوا معلومة، فقط 3 آيات في القرآن الكريم أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بربه على البعث والجزاء. بس 3 آيات. في هذه الآية الأولى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل شو بلى وربي لتبعثن. هذا قسم ولا لا؟ قسم. الآية الثانية في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. هذه 3 آيات أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على شو؟ على اليوم الآخر. عم نتكلم نحن على اليوم الآخر وعلى الجزاء والمعاد في الآخرة. طيب، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقلنا سبحان الله موضوع من الكلمات التي ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد جميلة جدا عن هذا. قال: اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي يوم لا تصل إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن. اشتري نفسك. هلأ الضاعة موجودة ورخيصة، رخيصة يا جماعة، رخيصة. الجنة سهلة ولا مستحيلة؟ فيها مجاهدة فيها صعوبات بس استحالة لا.
فوق الطاقة؟ لا، ضمن المقدور. ولكن عندما سترى النعيم في الآخرة سيهون عليك كل ما بذلته، ولو كان أضعاف عمرك. على فكرة مش هذا العمر اللي نحن عايشينه، أضعافها. سبحان الله. لذلك عن جد إياك ثم إياك أن تغبن في الآخرة بسبب أمر كنت تستطيع أن تساويه، وخصوصا إذا كان الأمر متيسرا إليك. ومن أسهلها هو أن يكثر لسانك ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يسبح لله أول السورة. فإذا كان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، معناته أنت ليش ما عم تسبح الله؟ لكن إذا كل الكون عم يسبحوا، ما الذي تنتظر أنت؟ ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ذكرنا أنه هذا مما يعني يتعلق فيه الإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة التي أنزل الله عز وجل بواسطتها الكتب إلى الأنبياء. والنور الذي أنزلناه، وتعرفوا أنتم إفراد، حتى دائما إفراد النور في القرآن الكريم، تمام؟ لا يجمع، ما في أنوار، في ظلمات بس ما في أنوار، ما هيك؟ ما في أنوار، في نور واحد، لأن الكتاب والسنة مصدرهم واحد، الله نور السماوات والأرض. أما الظلمات كثيرة، حدث ولا حرج، علمانية وإلحاد وشذوذ ماشي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. الآن القدر، شوفوا على الآيات، بدك تشوف الآن معاني رائعة جدا مشان ما بدنا. قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يا جماعة. ما في شيء برات تقادير رب العزة، ما في بهذا الكون. انسى من أصغر شغلة لأكبر شغلة، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هلا شوف، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بالله عليك انظر إلى الآن العلماء وهم يتكلمون فقط في تفسير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال فيه 6 أقوال. وكع فكرة على ذلك، شوف كل ممكن أن يكونوا الكل تحتملهم الآية، فبس كل وحدة إلى هيك إلى طعم. قال أحدها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. بصير عنده شو دائما يقين بموضوع انه اخي هاي المصيبه الله عز وجل مقدرها، والله عز وجل قادر انه يرفعها، والله عز وجل هو الذي اتى بها، والله عز وجل يريد مني ان يرى صبري عليها. في عنده يصير شو يقين. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من قبل الله تعالى فيسلم ويرضى، ما بيعترض ولا بقلبه. القول الثاني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يهدي قلبه للاسترجاع عند المصيبة بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وبتعرف أنت هاي الكلمة ما هو مين كان بيقولها عند المصايب، وحتى لو قالها بلسانه إذا حد يذكره، ما مثل إذا واحد قالها وهو شو وهو بقلبه عم يقولها مثل ما قالتها مين؟ مين؟ إيه مين؟
أم سلمة الله يرضى عنا لما قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبة، اللهم اجبرني في مصيبة واخلفني خيرا منها، قالتها من قلبها. بعدين هيك قالت ومن خير من أبي سلمة، بس هي قالتها من قلبها. بعدين قالت إيه؟ يا رب مين في خير من أبو سلمة الله يرحمه؟ طلع في خير ولا لا؟ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدر الله لها أن تتزوج بسيد الخلق. قالتها بالله سبحان الله أبدا، إنه لا تفكر إنه ما في. بالله عليك الآن وأنت عم تسمع الآيات ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هاي الآية لحالها الآن جزء من آية. أهل غزة لهم النصيب الأكبر منها ولا أزكيهم على الله. ما طبيعي، ما طبيعي الرضا، الصبر، الاحتساب اللي عندهم والاسترجاع والحسبلي والحوقل عندهم إياها. ما شفنا واحد وهو عم يشيل ابنه ولا عمرته ولا كذا وهو يعترض على الله. ما شفنا حد عم يقول شو ليش عم تسوي فيي هيك يا رب. يهدي قلبه. قول الثالث أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر. قول الرابع ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يجعل قلبه مهتديا بأنوار الإيمان. قول الخامس قال يهدي وليه بالصبر والرضا. مش أنت اللي بتنهدى، مين؟ إذا أصبت أنت مين بيزعل عليك أكثر واحد؟ أبوك وأمك. فيهدي قلبه لمين قلبه قصده؟ هي بهذا القول أي قلب وليه، فيسلم ويرضى بمصابه بولده. يا الله. السادس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يهدي قلبه لاتباع السنة إذا صح إيمانه. بصير الله بيهديه لأن يتبع السنة ويجتنب البدعة، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. ومن يؤمن بالله، شوف أثر الإيمان إذا كان حقيقي وصادق ومخلص، كيف أنه في المصائب أو في الدنيا أو في الآخرة كل الخير في قضية إذا صح إيمان العبد. سبحان الله عن جد. يعني هاي بس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله عز وجل يرحمنا يا رب. والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله قال هاي تفيد الاختصاص، أي ليس على سواه، وعلى الله دون ما سواه فليتوكل المؤمنون. فهم وليك يعني أنت من الأمثلة أنه سيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار بالمنجنيق، شايلينه عم زتوه، آخر كلمة كان عم ينطق فيها حسبي الله ونعم الوكيل، وهو طاير. لوين طاير؟ طاير على نار. ما الطير لا تجرؤ على أن تطير فوقها من شدتها. شو قال؟ حسبي الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلام. التوكل يا شباب، التوكل. لذلك كان ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لو أن العبد توكل على الله حق التوكل وكان مأمورا بإزالة جبل من مكانه لأزاله. لو إنك مأمور من الله قال لك شيل هذا الجبل، شيله،
أنا أشيله؟ طالما أمرك تحسن، بس بده صدق توكل عالي. قال إذا صدق التوكل شو بتشيله. طبعا هو الله عز وجل ما بيأمرك بغير الطاقة والاستطاعة، بس مقصود إنه التوكل يعني فوق ما تتخيلوا يا جماعة. ما أستطيع الآن أن أتكلم. سبحان الله، امبارح مين حضر معنا امبارح شرح مدارج السالكين؟ امبارح كان الكلام على النت، على قناة تليجرام. امبارح كان الكلام من كلام مدارج السالكين ابن القيم كان عن منزلة التوكل. فكنا عم نقرأ كلمات يا جماعة يعني بلسم للقلب. سبحان الله، بقضية انه قديش نحن احيانا نقصر في قضية التوكل الحقيقي. لذلك ما عندنا نحن هذا التوفيق الكبير. احيانا بيجينا لانه توكلنا مدخول. لما بتشوف انت شو معاني التوكل الحقيقي وكيف يكون القلب معتمد على الله، وكيف انه لا ينظر الى الاسباب الا انها جزء من التوكل، لا شيء منفصل عنه، لا جزء من التوكل، بس انا مش الاسباب انا معتمد عليها، انا في عندي اعتمادي على مسببها جل جلاله. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وانتبهوا الى هذا المعنى. روى الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان تلك الايات ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. ولاحظ ان من ازواجكم، ليس كل ازواجكم واولادكم اعداء لكم. ان من ازواجكم، لان المؤمنين قالوا لربهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اي هناك ازواج واولاد يكونون خير زاد لهذا الرجل، وخير طاعة يتقرب فيها إلى الله، وخير مستقدم يتقدم بها إلى الآخرة. وهناك أولاد وأزواج شو عدو ولا لا؟ لما بيبعدوا الأب عن طاعة الله، لما بيحجموه عن طاعة الله، لما بيثبتوه عن الإيمان والجهاد في سبيل الله. لذلك ابن عباس شو قال؟ أن تلك الآيات نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ويأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدهم يهاجروا، بده يهاجر، وقفوا الزوجة والأولاد، ما بتهاجر، ما بتتركنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بتتركنا. تم وراه لا كان شو قعد معه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ديروا بالكم انه تصرفك زوجتك او يصرفك ابنك عن الطاعة او عن طريق الجهاد او عن طريق الدعوة او عن طريق العلم او عن طريق الاصلاح او عن طريق التقوى. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. اي هؤلاء الزوجة والاولاد ان بدر منهم شيء وأساءوا إليك أو قصروا معك، أنت شو تقابلون؟ بالعفو والصفح والمغفرة، والجزاء من جنس العمل. فمن عفى الله عنه، ومن غفر الله له. ليك وإن تعفوا وتصفحوا تجاوز. لك شو عملت معي؟ هلا معلم ما في خيارات، عمل معها، عملت معه فورا طلاق. طولوا بالكم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لا هذا ما إلنا، هذا الأقوام السابقين أو هذول بيجوا قبل يوم القيامة. ما في عنا عفو. لما أنت تتحمل شو القرآن. شوف الفرق بين إنك تقرأ الرجل والمرأة وطلع هيك إن تعفوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كم يعفو الرجل عن مو ابنه يا تؤبر قلبي، مو ابنه، مو زوجته. اقسم بالله النقطة ترشنا، بدنا عصاي، بدنا درة عمر. قالوا كم يعفو يا رسول الله، كم يعفو الرجل عن خادمه في اليوم؟ قال 70 مرة. الحديث في سنن أبي داود. عن مين؟ عن الخادم. عرفتوا الخادم؟
تبع جيب لي وشله وحط لي تبع انه هذا مشتري انت اللي الخادم تبعك. شو بك؟ كم مره بتعفو عنه لازم باليوم؟ 70 مره. ابنك كم مره بتعفو عنه باليوم؟ ايده والكف، ما في عنها. طيب زوجتك كم مره بتعفو عنها باليوم؟ الحمد لله كل يوم 3-4 مشاكل اقل شيء. مفهوم العفو قصدي ما عندنا اياه، لانه عندي انا رجل او هي امراه، انه شو اثنيناتنا اخذين شو اخذين دور انه انا ما بتنازل، انا هو يتنازل، هي تتنازل. لك يا اخي وان تعفو ما في. قديش بدك تعفو عن الخادم؟ ما عندنا خادم هلا، خلص معناتها ما عندنا خادم، معناتها ما في داعي للعفو. ما في ناس هيك بجوز تفكر من الجماعة العوجة قال والله ايه ما عندي خادم، يكون عندي خادم بعفو عنه 70 مرة. ايه طيب ابنك اولى. ايه الله يسامحك يا شيخي، يا ريتنا ما حاضرين هذا الدرس. في ناس على فكرة بتفكر هيك، انه يا الله يا ما حضر هذا الدرس كنت اقل شيء ما بعرف، هلا صار حجة علي. لا ما هلا شلون بدي اطلع منها وبعد ما تعلمت بدي اكل اكلتين؟ إيه لا ما تزبط. لا ما بقول انه الحمد لله الله عز وجل عم يعلمني، عم يهديني، عم يدلني، لا ما عنده هذا التفكير. انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. سبحان الله يا جماعة، انما اموالكم واولادكم فتنة. تعرف ايمتى اراها النبي عليه الصلاة والسلام هذه؟ والحديث في سنن ابي داود والترمذي بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة على المنبر، والله ما يعملها هلا شيخ فينا، والله لحتى تشوف الانستا والتيك توك شغال كله حكي عليه. طبعا هذا اذا تم ضمن دائرة الاسلام، ما جعلوه يعني خارج مارق. يخطب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، قال فإذا بالحسن والحسين رضي الله عنهما، صغار كانوا، يدخلان المسجد وعليهما حلة حمراء يعثران بها، لابسين توب أحمر كل واحد، بس توب كبير شوي فضفاض. شو عم يساووا؟ عم يتفشكلوا فيه وهن ماشيين. تعرف الولد الصغير إذا كان لابس توب كبير شوي بتفشكلوا هو هذا. إيه مثلا قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقف خطبة الجمعة، ونزل من على المنبر وحملهما ثم رجع فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإني رأيت ولدي هذين يعثران في حلتيهما فما أطقت وما صبرت إلا أن نزلت فحملتهما. ما تحملت. مين هذا الكلام؟ فداه أبي وأمي. وقف الخطبة ونزل وعطى التعليق تبع بعدين رجع كمل. بس يعني عرفت قال لهم شو القصة. ما تحملت يا أخي. حد بيسترجع يعملها؟ واسأل لي حد بيسترجع يعملها هلا؟ خطيب يفوت ابنه مثلا يقوم يعمل هيك معه؟ ما عاد فيه. ايه لانه بيقولوا له ما عاد في اولاد، كانه ما عنده حد اولاد غير هو بالعالم كلياته، حتى كل قد ما انه مصدق حاله بده يشيل ابنه. قال بالخطبه قال شوف على هاي، بعدين بطلت الخطبه روحوا عيدوا صلاتكم انتم كمان. ما من هون بتوصل بعد شوي شو انه هذا فسد الخطبه وبعد كذا وبعدين كذا. الله المستعان. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، الشح هو اشد البخل، بخل مع حرص، بخل حرص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح عند النسائي لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد. أنت في عندك إيمان مستحيل يكون عندك شح. بخل مع حرص. عرفتوا الشحيح هذا زيادة، يعني في أوفر على البخل، في بخيل وفي أبدا زائدين، ما بس واحد. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، بس لا ويغفر لكم والله شكور. ما أحلى هالاسم من أسماء الله الحسنى.
12 اسم من أسماء الله الحسنى ورد في هذه السورة، 12 اسم صفحتين بس. شكور يرضى باليسير من الطاعة والقليل من العمل ويعطيك الثواب العظيم عليها، هذا شكور. قراريط. والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.